السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وراحة بال، اللهم امين. اهلا بحبايبي الجداد اللي اشتركوا في قناتي ونوروني وشرفوني، على راسي والله من فوق. وشكرا جدا لتعليقاتكم الجميلة اللي بتشجعني وبتخليني استمر. والله يعني لولا انتوا وقفتكم جنبي انا طلعت والله من اليوتيوب ده بكام حد كده في منتهى الجمال. حسيت ان هم اخواتي وحبايبي من غير والله ما اعرفهم ولا شفتهم قبل كده. بس وقفتهم جنبي وتشجيعهم ليا وتعليقاتكم الحلوة هي اللي بتحببني في القناة واني استمر. كل ما اقول ان انا خلاص هوقف ومفيش تشجيع ومفيش اشتراكات ولا حاجة في القناة وانا هوقف على كده، الاقيهم يقفوا ويقولوا لي لا كملي واصبري ان شاء الله هتنجحي، قناتك حلوة، وبيشجعوني. ويا رب فعلا تكون قناتي عاجباكم، ويا رب اكون عند حسن ظنكم، ويا رب تكونوا بتستفادوا مني ولو بحاجة واحدة. طبعا انا اول حاجة عملتها زي ما انتوا برضو متعودين عني. انا اول حاجة ان شاء الله قمت من النوم حوالي الساعة 10. شغلت طبعا القرآن اول حاجة بعملها الحمد لله. وبعد كده بفتح شبابيك الشقة كلها، تخش كده طاقة كده وتجدد ال الهوا بتاعت الشقة والنور وبتاع. المهم حبايبي أنا بعد كده طبعا بفطر، بس فطار بسيط كده زي ما انتوا عارفين. أنا النهاردة بقى بصراحة كان نفسي أكل طعمية وكده، جبت فين وطعمية وشاي بلبن وفطرت والحمد لله، وقلت بقى أقوم أشوف اللي ورايا. دخلت على أوضة النوم، كان في بتاع غسالتين كده ما طبقتهمش من امبارح بصراحة، كنت كسلانة عنهم شوية، طبقتهم وخلصتهم. وقلت بقى اما افرق وغيرت الملاية زي ما انتم شايفين، وقلت ومسحت الأوضة وخلصت كده، ونفضت طبعا الشبابيك ونفضت الحيطان وزعفت الحيطان ولمعت الخشب برضو ولمعت الإزاز وكل ده. بس أنا طبعا ما جبتش كل ده لأن انتوا شفتوا كتير. وقلت بقى ايه بعد ما خلصت الاوضه كده اما اعلق حاجاتي بقى اللي انا كنت فرحانه بيها وجايباها. في الاول خالص حتى انا وريتكم الصينيه الجديده اللي انا فرحانه بيها، اليوتيوب كله جابها، اشمعنى انا بقى اللي ما جايباش؟ جت على ام ملك، ما تقولوش ان ام ملك بقت مبذره، لا لا لا، ده حاجات بسيطه وباتمام بسيطه. وانا كمني دايما بقول لكم خلي بالكم، حوشوا، ما تصرفوش كتير، الدنيا غلا، لكن والله انا يعني بجيب على القد والله، يعني على قد امكانياتي بجيب وبفرح نفسي. انا جبت الطقم ده وريته لكم في الفيديو اللي فات، ده ب 100 جنيه، لا ب 110. وجبت البراويز اللي انا علقتها دي ب 100، يعني حاجات تمنها مش كتير، وانا قرشين كنت محوشاهم. وكل شهر كده او كل شهرين اللي بحوشته بجيب بيه اللي نفسي فيه. تمام، الست هي اللي بتجيب بصراحه مش الراجل، عشان ما نضحكش على بعض. وهنا بقى قلت اما افرش بقى الحاجات الجديده كده واوريها لكم. انا كنت هشيلها بصراحه وقلت اشيلها للعيد، وبعد كده قلت ايه، هو حد ضامن عمره؟ ما حدش عارف الدنيا فيها ايه، والله لافرشهم وافرح بيهم. وفرشتهم زي ما انتم شايفين والله، حلوا الاوضه، ناقص بس كده اباجورتين احطهم على كومودينو. باذن الله باذنك يا رب الشهر الجاي ان شاء الله هجيبهم باذن الله، من تحويشتي الشهر الجاي باذن الله. تمام. وادي علقت البراويز زي ما انتم شايفين، وحبيت برضه اوريها لكم، وانا عارفه ان انتوا بتفرحوا لفرحي. وبكده أنا خلّصت الأوضة وفرشت كل حاجتي الجديدة، ويا رب تكون عاجباكم ويكون ذوقي حلو. أنا عارفة إن الحيطان لونها مش حلو وكده، لكن أنا مش هاقدر أبيّض بصراحة، باحلّيها على قد ما أقدر باللي باقدر عليه. تمام. هنا بقى أنا جايبة لكم حاجة بجد والله، أنا لمّا جرّبتها عن تجربة، والله اعملوها، اعملوها وعلى ضمانتي أنا، ولو وحشة قولوا لي في التعليقات إنها وحشة. تمام. أنا هنا حوّشت القشر البرتقان والاستفندي والليمون. تمام. حوّشتهم في قلب كيس كده وشيلتهم في التلاجة عشان ما يبوظوش، لمّا كتروا شوية حطيتهم على النار بشوية مَيّة حلوين كده، ولمّا طريوا خالص ضربتهم في الخلاط وحطيتهم في طبق زي ما أنتم شايفين. حطيت عليهم إيه بقى، كوبايتين صابون سايل، أي صابون سايل عندِك. تمام. وحطيت معلقة ملح ليمون، وحطيت كوباية خل، وقلبتهم كويس جدًا زي ما أنتم شايفين كده. خلاص، بس في حاجة بقى، أنا بعد ما حطيت كوبايتين الصابون عشان أبقى صريحة معاكم، ما عملوش حاجة لإن كمية البرتقان كانوا كتير. أولًا قشر البرتقان مش هيرغي يعني ولا هيعمل رغاوي، لأ، هو فايدته في إيه؟ بيدّي لمعة حلوة جدًا للمواعين، وخصوصًا الإزاز والصيني، وبيدّي ريحة حلوة أوي كمان للمواعين، وبريق فظيع والله. اعملوه وعلى ضمانتي. رُحت أنا عملت إيه، حطيت كوبايتين صابون تاني علشان يرغي معايا. وبكده الفيديو بتاعنا خلص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا رب يكون الفيديو عجبكم.